بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازال الطفل الكهربائي المغناطيسي عنده واحد الأهمية كبيرة ما تتقلش على الأهمية ديال الأسلحة التقليدية، صواريخ أو طائرات إلى غير ذلك. لذلك شفنا روسيا خدامة باش تبني وحدة من أضخم مراكز الهوائيات الدائرية في إقليم كالينينغراد، اللي تبعد تقريبا 25 كيلومتر فقط على الحدود البولندية. الحدود البولندية تنقول الحدود مع دول الناتو. هذا المشروع اللي بدا يعني في عام 2023 عنده مجموعه ديال التداعيات استراتيجيه مهمه. شوفوا اولا القدرات التقنيه ديال هذه المحطه، اللي القطر ديالها تيبلغ 1.6 كيلومتر، تيخليها اكبر بكثير من اي منشاه مشابهه لها في اوروبا. الفيديو القادم ان شاء الله كجزء ثاني غنديروا واحد المقارنه ما بين ثلاثه ديال المحطات الهوائيه. ندير هضروا هذه ديال كالينينغراد، المحطه الالمانيه، والمحطه ديال الاسكا. فهنا تنهضروا على محطه بقطر ديال 1.6، يعني المجال ديالها مجال ترددي تيكون واسع حتى لي كابتور